عسلامة ومرحبا بكم أصدقاء متابعي قناة أسرار مخفية. قال المستشار السياسي رئيس حركة النهضة سامي الطريقي نهار الخميس أنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي تملك تقارير اختراء تسلمتها من وزارة الداخلية بشأن براءة حركة النهضة. وأضاف الطريقي خلال حضوره في برنامج رانديفو ناف أن التقارير هذه تثبت براءة حركة النهضة من جهة من الاغتيالات السياسية وتورط الاستخبارات الفرنسية من جهة أخرى. وأوضح أن هيئة الدفاع تمتلك ملف تسلمته من وزارة الداخلية يثبت بدون مجال للشك أن فرنسا أوكلت للقذقاذي مهمة اغتيال البراهمي بعد أن كان مسجون في فرنسا لارتباطه بمجموعات إرهابية خطيرة في العراق. وأشار الطريقي أيضا إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكر بالعيد كانت قد أخفت الملف هذا بعد تسلمه مباشرة من وزارة الداخلية لأسباب سياسية وشخصية بحتة. في النهاية نشكركم على تفاعلكم معنا والاشتراك في القناة.